عسلامة سي يسري. عسلامة. مرحبا بك في بودكاست سانتي باي ميديس. يعيشك. دونك باش نقدمك سي يسري جيراس، صيدلي صاحب صيدلية خاصة. سي يسري كما تعرف لو بودكاست نتاعنا بازي على أسئلة التونسي في جوجل، وكل مرة دونك نطرح موضوع عنده علاقة بصحة الإنسان. واليوم في فصل الصيف باش نحكيو على لي ميديكامون، ما يقول قايل علاش نحكيو على الدويات في فصل الصيف. بون كيستيون ان فيت. نشكر لابوراتوار ميديس اللي يفتح مجال التثقيف الصحي على شبكات التواصل الاجتماعي. سي تري امبورطون الكادر المحلاه. علاش نحكيو على الدواء في الصيف؟ في الصيف يا بوكو دو شونجمون، برشا تغيرات في لي زابيتود نتاع المواطن. في الصيف فما ناس الريتم تاع الخدمه يتبدل، فما ناس كي بارت ان فاكونس يمشيو في عطله، فما ناس كي ريسوف دي موند بحذاهم. وخاصه نحكيو معناها على لي سوجي اجي باغ اكزومبل. هذا ينجم يغير العلاقه نتاع المواطن مع دواء كان ياخذ فيه قبل، فهمت، في فصل الصيف. دونك لو ريتم لو ريتم يتبدل في فصل الصيف، اللي نجم يأثر على مثلا أخذ الدويات عند التونسي ولا عند أي بالضبط. إنسان. والحاجة الثانية هي السخان، لا chaleur et le soleil. Deux éléments très importants qu'il faut prendre en considération. ما بين الأسئلة اللي طرحوهم التوانسة، هل فما دويات سنسيبل أكثر من دويات أخرين للسخانة، لارتفاع درجات الحرارة؟ فما برشا، فما أكثر من اللي يتصور المواطن. فما المواطن يعرف برشا أدوية اللي هي تضر بالسخانة، كيما الانسولين باغ اكزومبل، اللي هو يعرف كي كونسيرفي او فريغو، ما يعرفش ساعات اللي هو يوسفي كو بدينا نستعملوا فيه نجم نستحضروا عليه البرا ان تمبيراتور امبيونت، فهمت. البرا مش في الفريجيدير، مش في الفريجيدير لمده شهر نجموا نخليوه عن تمبيراتور اقل من 25 درجه. فما لي زونتيبيوتيك اللي الام كي تخلطوا لولدها، فما دي زونتيبيوتيك اللي هما يلزمهم يتحطوا اون فوا خلطناهم في الفريجيدير. فما المفاتل معناها بالسخانه يولي ما عادش نستعملوهم، يذوبوا بتاعك. صحيح. فما لي سبري اللي فيهم غاز هذاك ما لازمش نخليهم في الكهرباء، يغيسك باش يطرشقوا، فهمت. فما برشا ادويه يلزم ديما الريفلكس انه نشوفوا كيفاش شنو مكتوب عليهم في الكونسيرفاسيون. والا تري امبورطون انا نسالوا الصيدلي كل ما ناخذ من عنده دواء كيفاش نستحضروا على الدواء. واضح دكتور، يعطيك الصحة. بارمي الأسئلة زاده يسألوا اللي كيفاش في الدار نجم نستحفظ على الدويات، كومون كونسيرفي لي ميديكامون في الدار. باهي. باش تستحفظ على الدواء في الدار ايديالمون يكون الدواء دون ان اندروا مسكر، à l'abri de مسكر معناها à l'abri des enfants déjà, à l'abri de la lumière et بعيد على السخانة. généralement dans une température entre 15 à 25. في وسط الدار généralement on arrive à avoir التمبيراتور هذه. لازم نبعدوا. فما عادة عند المواطن برشا احنا نشوفوها في الصيدلية، هو انه يعملوا معناها بواد دو فارماسي يحطوا فيها دواء في السال دو بان. صحيح. وهي ماهيش باهيه. علاش؟ على خاطر في السال دو بان تنجم تاخذ حتى 40 درجه. لي برودوي ديرمو كوسميتيك الدواء الكلهم يضروا افيك الشونجمون فجئي هذايا للسخانه. دونك ماذا بينا نبعدوا الدويات نتاعنا من السال دو بان. تري بيان، يعطيك الصحة. باش نشوفوا زاده تونسي شنو يسأل. دونك فما شكون يقول اليوم إذا كان نمشي أنا في عطلة في الصيف، شنو ما الدويات اللي يلزم نحطهم في تخوص معايا؟ هو سا ديبون وين نمشي، مي من الحاجات اللي يبداو واضحين حاجه للوجيعه، دواء للوجيعه، دواء للسخانه للكبار ولا الصغار، الفورما الديفير، حاجه للناموس كي بريفيان ناموس، حاجه تحمي من الشمس تري امبورطون. كي باش نمشيو في الصيف يلزم ان اكران سولير، حاجه كي تريت كونتر معناها لي بيكور دانسيكت مثلا. مي اهم حاجه فما الحاجه اللي فما معناها احنا نشوفوا في الصيدليه فما شكون يجيب التروس فيها حاجات هذوما ليس دواء امراض مزمنه مثلا. صحيح. اهم حاجه انك تجيب دواك معك كي تخرج تسافر، تهز معك دواك، وتهز معك دواك زاده. معناها ساعات يجينا في الصيدليه تلقاها جاب دواء وما كفاهش وما عندوش وصف. يلزمك تهز معك دواك وتهز معك وصف، سواء في تونس سواء برا. يلزم اذا كان معناها تتذكر دواك وتتذكر الوصفه، على خاطر ساعات بلاش وصفه سوفون ما تنجمش تاخذ دواك. واضح دكتور. دونك باش نكملوا مع الاسئله. توانسه زاده يسالوا
اسكو فما دوايات اللي كيف ياخذوهم في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة يأثروا يعملوا حساسية للعبد وإلا لا؟ موجودين هما نسميهم لي ميديكامون فوتوسنسيبيليزون و معناها وبرشا مرات يجونا الصيدلية ناس تاخذ في دواء وماش فاهمة علاش معناها مشيت للشمس وتحس معناها فما حروق في يديها حروق وهما الدويات هذوما برشا معروفين كيما لي كينولون كيما لي سيكلين اللي هما دي زونتيبيوتيك معناها تنجم تاخذ دواء باغ فوا اورال ويحرقك فهمت خاطرو يزيد في الحساسيه نتاع البشره وفما زاد دواء نحطوها على يدينا مثلا لي جيل باغ اكزومبل فما دوطخ ميديكامون دي زونتي ديبريسور فما دي ميديكامون بور لو كور شوف هو راهو لو برانسيب هو انك تسال طبيبك ولا تسال الصيدلي كي تبدا تاخذ في الدواء هذا اللي ناخذ فيه اذا كان جو ميكسبوز او سولي فماشي خطر ولا لا سي تري امبورطون انك تو فيريفي قبل ما تمشي للشمس دونك معناها مع دخول فصل الصيف اذا كان فما انت دواء ديجا تشرب فيه ما فيها باس كان تسال يا طبيب يا الفارماسيان اللي بحذاك اكزاكتومون ياثر والا لا بالضبط احنا باش نجموا نزيدوا هكا ننفعوهم اكثر هل فما دوايات نتاع امراض مزمنه مثلا اللي مرضى بالسكري الدواء اللي ياخذوه ياثر ولا لا كيف العباد اللي عندهم تونسيون الدوايات اللي ياخذوهم ياثروا والا لا دونك نحاولوا هكا شويه نقربوا شنو ما الامراض فما مثلا في فصل الصيف فما اون ديلاتاسيون دي فيسو معناها العروق تتحل اكثر وتبدا تاخذ في نونتي هيبرتنسور دواء لمعالجه ضغط الدم نجم تزيد في الريسك انك تحرق التنسيون فما لي ديوريتيك اللي هما اذا كان المريض مش قاعد يشرب في الماء مثلا وهو معناها الديوريتيك يخدم يطيح في التنسيون كي يخرج الماء من البدن معناها هو ما يشربش الماء وياخذ في ديوريتيك دونك نزيدوا في الريسك معناها نتاع انه تاخذ التنسيون اكثر دونك سي تري امبورطون انه معناها كيلكو سوا نشربوا برشا ماء مي سي تري امبورطون اوسي انه حتى لو كان لاحظنا فما معناها قلق من دواء معين عمرنا ما نوقفوا دواء وحدنا نسالوا الطبيب قبل ما نوقفوا دواء ونسالوا الصيدلي على العوارض هذيا باش فوق كي نوزوريونت باهي دكتور دونك في الصيف الريتم يتبدل وفما شكون ينسى باش ياخذ دوايته في الوقت ولا كاريمون ينسى باش ياخذ حتى نهار نهارين كان نحكيو على قداش مهم انك ما تنساش دواء وزيد نعرفوا اللي اليوم التوانسه في لي زابيتود نتاعهم يسالوا برشا لي فارماسيان اكثر من حتى انهم يمشيو للطبيب يسالوه دونك نتصور راهم يجيوكم الاسئله هذو صحيح يجيونا هو مالوزمون المواطن معناها ديما ينسى دواء في الشتاء ولا في الصيف اونكور بلوس في الصيف مي لو رول نتاع الصيدلي هو انه يديسبونس الدواء مي معناها يلزمو يحرص باش المريض ياخذ دواء فما حلول انه يفسر المريض كيفاش ينجم ياخذ دواء فما حلول مثلا لو بيلولي اللي هو معناها كم حاجه ننظموا فيها دوانا للنهار والا الاسبوع فهمت فما اليوم نجم نعمروا تليفون مثلا عمروا تليفون باللي بريز كوتيديان ولا لي بريز 3 فوا بار جور باش المريض ياخذ دواء وفما زاده حاجه اللي نحن الحمد لله موجوده عندنا في المجتمع التونسي هي لا نوسيون فامي معناها العائله موجوده تفكر وتفكر وتطلب انت باش يفكروك وتفكر غيرك تفكر جدك تفكر العبد الكبير تفكر العبد اللي تعرفه مريض هو يطلب باش انت تفكره وهو يفكرك اي سي تري امبورطون باش المريض ما ينساش دواء على خاطر ساعات بارفوا فما حتى اون سوربريز ما تاخذهاش يكون عنده اثر سلبي. هو هذا اللي باش نزيد نسالوا احنا وندخلوا اكثر اون ديتاي شنو ما انواع الدويات اللي ما يقلقش لو كان تنسى مثلا باش تشرب مره في النهار وشنو اللي لا راهو سي تري غراف مثلا لي كومبليمون اليمونتير هل اذا كان تنسى باش تشرب مره في النهار ياثر على نجاعه كما نقولوا نحن العلاج والا لا؟ انا ما نحبش معناها نقسم ما بين دواء ما يسالش كان ما ناخذوش ودواء الكل مهمين بالنسبه لي انا الكلهم مهمين ومعناها وفما ميديكامون فيتال معناها فهمت واحد ما يلزموش ينسى الانسولين ما يلزموش ينسى الانتي بيرتونسور فهمت ما يلزموش ينسى فما ادويه ما يلزمكش تنساها فهمت فما ادويه اقل من ادويه اما ماذا بينا ما نقسمهمش. واضح دكتور. برشا اسئله جات على اني نسيت الدواء نتاعي في الكرهبه باغ اكزومبل والا نسيته البرا متعرض لاشعه الشمس
بوندون معناها اون بيريود طويله نتاع 5 سوايع مثلا. هل مازال الدواء ينفع ولا يلزمو يطيش؟ شوف جينيرالمون لا تمبيراتور في وسط الكرهبة طالعة ياسر، معناها أي دواء يتنساه في وسط الكرهبة سا ديبون دي فورم، مي معناها فما برشا دوايات يوليو حتى لو كان أنت تشوف إنه هو ما تبدلش المظهر المنظر. نتاعو، فهمت؟ فما ريسك كبير انه يكون فسد، وهذايا من معناها ما نجموش نقولوا انهم اللي يفسدوا في ساعه وانهم اللي ما يفسدوش اليوم، مي من الاحسن كل ما واحد يشك قبل ما ياخذ دواء، على خاطر ينجم يضروا، راهو مش حتى ما ينفعوش، ينجم هذا هو. يضروا. يسال الصيدلي اللي هو ديما لا بلاس نتاعو مهمه في الاسئله هذوما. هذا هو. دونك التونسي يسال ديجا الدواء اللي فسد يضر والا جوست ما ينفعش اما ما يضرش؟ لا ينجم يضر، ينجم يضر كاريمون طبعا. فوالا. دونك يلزمنا نردوا بالنا اللي دواء قعد معناها متعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة ما يلزمناش ناخذوه. دونك دكتور حكينا على الدويات، مي زاده فما مواد شبه صيدلانية كيما لي كومبليمون اليمونتير، كيما لي زيكران سولير، كيما مثلا لي كريم هيدراتونت اللي العباد تنجم تشريها من غير ما تتعدى بطبيب، وتوا ينجموا يشريوهم حتى اون ليني. هل فيهم ضروره معناها في الصيف؟ هل معناها انت شنو تنصح التونسي قبل ما يشري الدويات هذوما اون ليني ولا حتى يمشيو للي فارماسي ولا لي بارا؟ لاشا اون ليني اليوم معناها احنا مواكبين العصر وعنده مكانته اليوم اسهل، فهمت؟ اما حاجه مهمه ياسر انه وجود الصيدلي في السيركوي هذايا نتاع ديستريبيوشن والا نتاع الكونسيرفاسيون والا مهم جدا. علاش؟ على خاطر الصيدلي يعرف الدواء كيفاش ينجموا نستحوذوا عليه، يعرف منين نجموا نجيبوه، يعرف لشكون نعطيوه، فهمت؟ والصيدلي اليوم للمواطن يعرف معناها يكون الدوسي، يعرف الدوسي، يعرف انت كي تجي الصيدليه يعرف شنو تستحق، يعرف فاش قاعد تاخذ دواء. دونك فما مثلا لي برودوي دو بارافارماسي كيما لي زيكران، كيما لي كريم هيدراتونت، كيما هذوما معناها من الاحسن يكون الصيدلي ينصح بهم. علاش؟ على خاطر يكوريسبوند معناها للتيب دو بو، للبشره هذه، للبشره الاخرى، للصغير مثلا انت عندك الاكران اللي كنتي وفما نتاعك انت ما نجمش يستعمل ولدك، علاش؟ خاطر فما دي فلتر شيميك ما نجمش يستعملهم. هذا الكل معناها اليوم في لاشون ليني ساعات ما تعرفش روحك كيفاش قاعد تشري. سي تري امبورطون دو ريفينير او فارماسيان. فما حاجه اخرى اهم زاده اللي هما لي كومبليمون اليمونتير. لي كومبليمون اليمونتير ساعات نشريو حاجه، المكملات الغذائيه نشريو حاجه اون ليني، مثلا اليوم في بريود تبدا سخونه ياسر، يجي يقول لك انا نحب نضعف نمشي نشري ان درينور باغ اكزومبل، فهمت؟ لو درينور اليوم فيه مثلا كومبوزي دو تي فير والا دو اورتوسيفون، هذوما سي دي بلانت، فهمت؟ موجودين في لي درينور، ينجموا يزيدوا من الخطر نتاع الجفاف، اون ديزيداتاسيون. فما لي برول غريس، لي برول غريس اليوم فيهم دو لا كافيين، فيهم دي كريم، فيهم دي بلانت ستيمولانت كيما الغورانا، هذوما يزيدوا في الترموجينيز معناها التمبيراتور نتاع البدن، يبوف انتريني ينجموا يعطيو دي بالبيتاسيون ضغطه زايده. دونك ديما لازم نردوا بالنا. مثلا فما لي كومبليمون اليمونتير باز دو بيتا كاروتين اللي يستعملوهم اليوم يقول لك باش نبرنزي بالكدا، فهمت؟ معناها ما يلزمش نستعملوهم عند لي فيمور باغ اكزومبل. هذوما المعلومات هذوما الكل يلزم يستعلم. يعني العبد قبل ما ياخذ ممسيها لي برودوي هذوما لي بارا فارماسي يلزم يستعمل قبل ما يشريهم. سورتو مثلا كان ديجا هو يكون يشرب في دواء عنده مرض مزمن، حتى لو مكمل غذائي نجم ناخذه من غير ما نستشير الطبيب، اما ماذا بيا نستعلم كمان معناها خاطر باش ما نصعبوهاش. اليوم كلنا نعرفوا لي كومبليمون اليمونتير ناخذوهم وحدنا، حتى كان نمشي فارماسي تنجم تقول له تبدا تعرف انت اسمه الكومبليمون هذاك، مي نستعلموا. مثلا لو كان نشرب في دواء نتاع تونسيون ولا نتاع سكر ولا نتاع قلب ولا اللي هو، نسال اسكو هالكومبليمون هذا يمشي والا لا، وهذا هو هذا هو لي كومبليمون اليمونتير ماهمش دي برودوي انودان، معناها نجموا نستعملوهم وديما ما يعملوا حتى شيء. فما اللي يعملوا برشا حاجات، واهم حاجه ديما نرجعوا نقولوا انه نستفسروا الصيدلي قبل ما نستعملوا حاجه، سورتو كان احنا ناخذوا في دويات اخرين، سورتو كل معلومه مجانيه يبقى اليوم. صحيح. كملنا مع الاسئله.
ما يمكن كان نعملوا هكا ان ريزومي باش نخرجوا اليوم من الحلقه نتاعنا. شنو هما لي ميساج اللي نقولوهم؟ لي ميساج أهم ميساج هو يفو سيدغاتي، لازم نشرب برشا ماء. وما نخليش رواحنا اكسبوزي للشمس برشا، خاصة بوغ الناس الكبار في العمر. نستحفظوا على دوانا بعيد على السخانة، ناخذوا دوانا بالكدا بطريقة منظمة، فهمت. نستعملوا لي زيكرون سولير ومعناها برشا مرات في اليوم، وراهو مش في البحر هكاو، الشمس ما تفرقش بيك انت في البحر ولا في الدار ولا في الشارع. معناها سي تري امبورطون انك تاخذ ليكرون سواء مشيت للبحر سواء ماشي تخدم، فهمت. ونرجعوا ديما نقولوا اللي الصيدلي اذا كان عندك سؤال اساله للصيدلي ولا للطبيب. اليوم نشوفوا كل يوم معناها في الكونتوار au niveau de la pharmacie on reçoit beaucoup de monde. ناس اليوم تجيك معناها فما نشيفر أكثر من 500 ألف مواطن يدخل الصيدلية كل يوم. ال 500 ألف مواطن هذوما راهم ما يجيوش يشريوا الكل، فما شكون يشري دواه، فما شكون يجي يسألك على حاجة إلا بزون ديتر أورينتي باش يمشي للطبيب ولا باش يمشي ولا باش يعرف مثلا كاين الفاكسان مش يسافر ولا باش الأسئلة برشا ما يوفاوش. ومعناها وفما العلاقة هذه ما بين الصيدلي والإيكيب أوفيسينال والمواطن لازمنا نستغلوها. المواطن ينجم يستغلها علاش؟ على خاطر ينجم كي يبدا عنده سؤال يمشي للصيدلي. نشجع المواطن انه يدخل الصيدليه ويسال، وهذيك هي خدمتنا ونحبوها هكاك. يعطيك الصحه دكتور. عايشك، ميرسي. شرفتنا في البودكاست. يعيشك، ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. وانتم كان عندكم اسئله اخرين تنجموا تدخلوا على اللي موجود في اخر الفيديو مختص بيه بيجاوبكم على اسئلتكم الكل.